الحباب، قبل ما يبدا الفيلم ديال اليوم غادي نطلب منكم تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وخليو شي كومونتير وشي جام. ويلا على بركه الله نبداو الفيلم كيبدا بجوج ديال البوليس، واحد سميتو مايسون والثاني سميتو جول، واللي غادي يكونوا في الطريق باش يشدوا واحد البزنس ديال الحشيش سميتو فيكتور وخو غريفن. ملي غادي يدخلوا للبلاصه اللي مخبين فيها، غريفن موجد ليهم السلاح وضرب جول بقرطاسه لكتفو. الفردي ديالو طاح بعيد عليه وتخبى بين ما يجي صاحبه اللي حتى هو جا فيه قرطاسه وشدو، ومشى كيقلب على خوه فيكتور حتى لقاه وشبكات قرطاس. ملي ما بقاش عندهم وضربوا باليدين، ولكن البزنس صحي عليه كان غادي يقتلو. لو كان ما جات جول وعيط للدعم في الوقت المناسب واعتقلوه، وقبل ما يديوه للحبس قال مايسون باللي ما غاديش يدوزها ليه وغادي يرد ليه الصرف. مورا هذا الشيء البوليسي عايش حياته عادي مع مرته، تيتناقشوا حول موضوع الحمل اللي مخططين ليه. مايسون كان من النوع ديال الازواج اللي كيسمع لمرته وتيدعمها في اي حاجه بغات. واحد النهار وهو في المكتب جا عنده واحد الزميل ديالو وقال ليه بلي جميع الادله ضد فيكتور وغريفن اختفاو وما بقاش لهم الاثر، وبسبب هذا الشيء غادي يطلقوهم وما يشدوهمش في الحبس. هو خرج طالع عليه الدم، واول ما فكر اتصل بمرته حيت عارف دوك المجرمين علاش قادين. تصدم لي داك البزنس هو اللي جاوبو كان محتاج ليه مرته. مشى بسرعه باش ينقذها، وفي الطريق عيط لصاحبو جول باش حتى هو يمشي للدار فين تيسكن ويجيب معاه الدعم. وديك الساعه فيكتور كان تيقتل في جاستن بكل وحشيه وبلا رحمه. اخيرا غادي يوصل للدار، كان فات الفوت بقوه الاعصاب، كان غادي يفقد السيطره على راسه ويقتل المجرم قبل ما يتدخل جول وهدئوه وقنعوه يخليه للعداله، ولكن بقى مدمر وتيبكي. دازت واحد المده على الحادث، ولكن مايسون طاح في اكتئاب وما قدرش ينسى داك المنظر. جا عنده جول ونصحو باش يسافر يبدل الجو ولا يخرج للصيد الهوايه ديالو. عجباتو الفكره، ولكن في بالو غادي يصيد فيكتور وخوه ماشي الحيوانات. هز الفردي ديالو بعد ما عرف غريفن فين كاين، واتصل بالشريك ديالو باش يجيب الدعم ويلحق عليه. مايسون دخل عليه وتيرا فيه وقتلو قدامهم، وديك الساعه تعتقل بتهمه القتل العمد. وهذه كانت غير الخطه ديالو من الاول باش يدخل الحبس فين كان فيكتور ويضرب عصفورين بحجر وينتقم من الموت ديال الزوجه ديالو. الخطه ديالو غاديه كيف ما رسمها. دخل والموظف ليستر وصلوا للزنزانه ديالو. واحد شويه جا عنده موظف اخو سميتو ويل، قال ليه المدير ديال الحبس سنايدر بغى يشوفو. وملي دخل المكتب ديالو حاول يحذروا من المحابسيه اللي كاينين، وحيت منهم شي وحدين كان سبق ليه واعتقلهم وصيفطهم للحبس، وإلا عرفوه كاين غادي يصفيوها ليه ويشربوا من دمه. ولكن مايسون عارف هذا الشيء ودير بحسابهم. واحد النهار في المطعم ديال السجن جا عنده فيكتور وبدا تيفكروا كيفاش قتل ليه مرته، ورد عليه باللي حتى هو قتل ليه خوه بنفس الطريقه. دازت الايام ومايسون كان في المصبانه ديال السجن. غفلوا واحد 3 المساجن وتحاموا عليه، تقاتل معاهم ولكن الحميه كتغلب السبع. ومن ظهروا دخل الموظف وبعدهم عليه قبل ما يقتلوه. الغد ليه في الفسحه المساجن خرجوا يتمشاو، وكان مايسون مازال عيان بقوه الدق اللي كلا، ومشى عند الموظف بين اللي مكلف بالمراقبه، وبالصدفه صدق حتى هو محقق سابق قبل ما يجريو عليه ويولي خدام في السجن. وقال ليه باللي الخطه ديالو ما غاديش تنجح في الحبس، وغلط من اللي فكر ينتقم من فيكتور هنا حيت هو مدور به العصابه ديالو ودير بلاصتو وكلشي تيخاف منه. وعاود ليه كيفاش واحد المره قتل اقوى سجين كان تما، وكثر من هادشي هو كيبيع ويشري في المخدرات لداخل وتيهربها على برا، وهادشي بلا ما يحصل بالمساعده ديال المرافقين ديالو تريكسلر وبوكر. واحد النهار جول جا عنده للزياره باش يشوفو، وما طلب منه يتبع وراقب المساجن اللي يلاه خرجوا حيت شاك انهم كيخدموا معاه في البيع ديال المخدرات. ولكن اللي ما في خبارهمش هو انه الموظف ليكستر كان كيتنصت عليهم ومشى قالها للمدير مباشره. ملي رجع للزنزانه ديالو رد السنت اللور وتفكر السميات ديال المساجن اللي هجموا عليه وضربوه، واللي صدقوا مصيفطهم فيكتور واللي هما ماركو وفليب وارفي، وشد واحد الستيلو مضاه ونجرو وصايب به سلاح باش يحمي راسو المره الجايه. الغد ليه بدا بماركو ضربو بالسلاح اللي صايب ومات من كثره الدم اللي فقد. موراه مشى عند فليب اللي كان بوحدو وخنقو حتى خرجت روحو. اما ارفي اللي بقى ليه فوصلاتو الخبار وخاف على راسو ومشى عند فيكتور باش يلقى ليه شي حل قبل ما توصلوا النوبه. تعصب على الموت ديال العصابه ديالو وغادي يهضر مع تريكسلر باش يرسل ليه شي واحد يهددو، ولكن ما يصنع عطاه علاش كيدور وغلبو. سنايدر عيط ليه للمكتب ديالو وعرض عليه واحد الصفقه ولكن رفضها. هنا المدير امر باش يديروه في الحبس الانفرادي. ومورا ما كاع الرجال ديال تريكسلر اللي كلاو قتله ديال العصا من عند مايسون جا عند فيكتور وطلب الاذن باش يقتلو ويتهنى منه، ولكن هو قال ليه يصبر شويه حتى يعطيهم سنايدر الموافقه. ومورا ما سال مايسون العقوبه في الحبس الانفرادي رجع للزنزانه وبقى كيخطط كيفاش يقتل ارفي اللي بقى ليه. هنا طلب من واحد يقول ليه باللي فيكتور كيتسناه وبغى يشوفه، وملي غادي يمشي غادي يلقى مايسون اللي كيتسناه بقى كيضرب فيه حتى مات. هنا الصبر ديال فيكتور تقادا. مورا ما 3 الرجال ديالو تقتلوا وطلب من سنايدر الاذن باش يصفيها ليه، ولكن رفض حيت مايسون دار بلاصتو وسط الحبس بالخير اللي كيدير مع المساجن وما غاديش يترددوا باش يعاونوه. والموت ديالو غادي ياثر على السمعه ديالو بصفتو مدير السجن، وعطاه واحد الورقه فيها السميه ديال صاحبو جول باش ينتقم منه بهذه الطريقه. التعليمات اللي عطى سنايدر ليستر كتقضي باش يتصل بصاحبو جول ويقول ليه باللي مايسون مات. وملي غادي يجي للسجن العصابه ديال فيكتور داروا به وعطاوه قتله ديال العصا، ومايسون كان تيشوف فيهم
نغد ليه مشى عند المدير للمكتب ديالو وطلب منه اتفاق يعطيهم بجوج. هنا سنايدر رد عليه باللي خاصو اللي يقتل ليه الناس اللي كيخربقوا ليه الخدمه ديالو. مايسون وافق بالدم البارد وحتى هو شرط عليه. الشرط كان انه يقتل بوكر اليد اليمنى ديال فيكتور بالمساعده ديالو. وملي وصلاتو الخبار فقد الاعصاب ديالو ومشى عند سنايدر هددو وقال ليه بلي غادي يقتل مايسون في اقرب وقت. وملي كانوا في المطعم بدا كيتلبد ليه ومايسون عاقبيه وضرب واحد الموظف بالعاني باش يمشي للزنزانه الانفراديه ويزيد يقلي السم لفيكتور. الموظف بين جا عند مايسون وقرر يعاونو وعطاه موس باش يدافع بها على راسو. نغد ليه سنايدر جا عنده باش يكمل معاه الهضره على الاتفاق ديالهم ملي كان في السجن الانفرادي، ولكن نكرو خوا به الكلمه حيت ما بقاش عنده فين يحتاجو ومشى في حالو تيفكر ليه فشي خطه ينتقم منه بها. من بعد رجع عنده وقال ليه بلي غادي يصيفطو لسجن اخر ويفشل ليه الخطه ديال الانتقام من فيكتور. خرجوه للزنزانه ديالو وبين ما توجد الوراق ديال النقل ديالو خلى فيكتور حتى كان في المكتب ديال سنايدر ومشى عند تريكسلر اللي كان بوحدو وضربو. ولكن شويه جاو صحابو وضربوا بمايسون ولكن غلبهم كاملين ولوى عليه واحد الحبل وجروا منه فوق السطح ديال السجن ولاحو من الفوق وطاح على الموظف ويلي وماتوا بجوج. المساجين استغلوا الفرصه وخداو السلاح وداروا المشاكل ونوضوا الفوضى في السجن. وفيكتور حاول يتيري في مايسون وما جاتش فيه وسط هاد الروينه وقال ليه حط السلاح ونضربوا باليدين راجل لراجل وبداو كيتقاتلوا بجوج. المواجهه كانت شرسه. سنايدر دخل للساحه وضرب مايسون بقرطاسه لكتفو وطاح على الارض وعطى السلاح ديالو لفيكتور باش يقتلو. ولكن مايسون قال ليه باللي بالمساعده ديالو باش قتل اليد اليمنى ديالو بوكر غادي يسمع هادشي ويتعصب وضرب ليه رجليه وهرسو منها وكان غادي يقتلو كون ما دخلوا الحراس ديال السجن وشدوه. مايسون وقف على رجليه وباقي العصابه ديال فيكتور هجموا عليه وغلبهم كاملين حتى خرج ليه ليستر بالفردي ديالو اللي حيدوا ليه وقتلو مباشره. فيكتور حتى هو تغلب على الموظفين بوحدو وجا عند مايسون يكملوا القتال ديالهم اللي كان متكافئ. فيكتور هز السلاح وكان باغي يقتلو ولكن جبد الموس اللي كان عطاه بين وذبحوا به ومات في ديك اللحظه. وسنايدر حتى هو كان غادي يقتل مايسون الا ان بين تدخل واعتقلوا بتهمه اختراق القانون. الفيلم ديالنا تسالى. الا عجبك المحتوى تابونا للقناه وفعل الجرس، والا قدرتي كاع دير جيم المجهود ديالي ما غاديش يكون ضعف بور.